تبدأ أحداث هذه الحلقة بوصول إحسان إلى والدها. أهلا وسهلا يا ابنتي، لم تخبريني يا ابنتي. قلت لأمر أنا. ثم قالت لا توجد مشكلة، سنتكلم، اجلسي هنا وتعالي، أنا بحاجة لمساعدتكم. فاتح ترك البيت وهجرني. بما أنه لا يفهم بالحسنى لنتكلم بلهجة يفهم منها. أعرض الأسهم للبيع ليشتريها شخصا غير مهتم. يعني يا ابنتي هذه ليست أشياء تباع بعدة قروش، كيف أبيعها في يوم واحد؟ لا أقول بعها اليوم فورا يا أبي العزيز، لكن ليفهم فاتح أنه إن تطلق مني الناس من حوله سيتضررون. يكفي أن تعرضها للبيع يا أبي، برأيي أيضا لنبيع. هكذا قال جمال. ماذا نعمل مع هؤلاء الناس؟ أين فاتح الآن؟ هذه هي المشكلة الأساسية عند زوجته السابقة سهى، عشقها هي. قال والدها ماذا؟ هل تعطش هذا الرجل لأجله؟ أقول انهي حياته وتأخذونه من بين يدي يا أبي. رجل قذر. لو أن الضرب حلا ما كنت سوف أترك عظمة غير مكسورة. لن تفعلوا أي شيء، يكفي أن تعرضوا تلك الأسهم للبيع. إياك أن ترتكبي جنونا واخبرينا، سنفعل اللازم سويا. لا أفعل شيئا، أتيت بهدوء وأشرح لكم أنتم وأشارككم الأمر. برأيي أيضا يا ابنتي عودي واتركي ما تبقى لنا. ماذا تفعلين في هذا المنزل؟ فتح غير موجود، أموت ولا أعود. هذا العناد ليس حلا. سأرى هؤلاء الناس يذلون، خصوصا سهى. حاولت أن تنهي حياتي وأنت نصيب زوجك أن يسرق. هذه المرة رقم كام؟ لا تحرضوا بعضكم البعض لنفكر بشكل هادي. رجاء بيعوا هذه الأسهم لأشخاص من المافيا أو ما شابه كي لا يتخلصوا من المتاعب أبدا. قال لها سنجد حلا يا ابنتي، ولكن يستغرق القليل من الوقت. لا يوجد ما هو أكثر من الوقت يا أبي، رضى الله عنك. ثم الآن فاتح غير موجود في البيت. يا الله، لينظروا إلى أنفسهم. ثم قالت بأمان الله همت بالذهاب. حال أختك لا يسير على نحو جيد، هدوءها هذا ليس علامة خير، ويجب أن نفعل شيئا لإحسان أبي. لكن ما بأيدينا ليست طفلة لنمسكها لنبيع الأسهم ونرى ما سوف يحدث. أصبحت دمية بين أيديكم، هل تعرفون؟ أستغفر الله. وفي مشهد آخر وحيث كان يقف عمر هو ويوسف. هيا سيد عمر، هذا حي كبير، كيف سنجد البيت؟ لقد سألت وعرفت، لا تقلق، بإمكانك الدخول الآن. هكذا قال إليه عمر. ثم تقدم عمر ويوسف معا من أجل الإمساك بتلك المرأة. هالة، هل خرجت من المدرسة باكرا يا ابنتي؟ ظنت أن ابنتها. ماذا تريدون مني وماذا تفعلون؟ أتينا للتكلم. ابنتي ستأتي للمدرسة، سوف تخاف. أرجوكم اذهبوا ولا تسببوا مشكلة. تغيرت مدرسة ابنتك، نقل لها إلى مدرسة خاصة. ادخلينا يا هالة وكوني واثقة أن الشخص الذي يؤمن لك هذه الحياة مثل طائر الحظ أنا عمر أونال. هكذا قال لها عمر. قالت له هالة هيا ادخلوا الآن. ثم دخلوا إلى المنزل. أستطيع تخمين من استأجر لهذا السبب. برأيي لقد حان وقت اعترافك. لو أن زوجة أخي هي من استأجرت لك، كان لن تغذيك كل هذه الفترة الطويلة. ألم ينكشف كيف تدور هذه العجلة؟ إن قلت ستكملين حياتك بأريحية أكبر، سأخذ كل شيء من بين يديك وأرسلك مجددا لحياتك البائسة. ثقي بالسيد عمر يا هالة. السيدة إحسان هكذا قالت. نعم، كما توقعت، إنها تنهي حياتي. إحسان لا تستطيع أن تفعل لك شيئا، سأحميك يا هالة، لا تقلقي. ولكن أنت أفضل من يعرف كيف تبيع إحسان الناس بأريحية وتبيعهم بسرعة. لقد رأيت ذلك بعينيك. إنسان يفعل هذا لعائلته كم ممكن أن يعتني بك بعد أساسا؟ ماذا تريد مني؟ يوسف سيرافقك إلى إياك.
أن ترتكبي جنونا ستكونين مرتاحة. أنا سأذهب الآن، تعال مع هالة إلى العنوان الذي سأخبرك به. هكذا قال عمر. وقفت هالة وهناك وحيث كان يجلس فاتح. تجاوزت كل شيء، قلق خشية أن تفعل شيء بابنتي، ما أدراني. هل يمكن أن نستخرج قرار استبعاد؟ قال له ممكن، ولكنها تزعج زوجتي السابقة وعائلتها. أفهم، ولكن سهى قلقة للغاية. تخاف سيد فاتح، هؤلاء الناس مهما كانوا لا يستطيعوا السيطرة على أنفسهم. أرادت إخافتك، ولكن لا أعتقد أنها ستتجرأ مرة أخرى. لنرفع قضية فورا. سوف نرفعها، سيكون عملك أسهل لأن السيدة إحسان لم تعد حامل. انقذني من هذا الوضع بأسرع وقت واطلب ما تشاء بعد ذلك. هيا قم بالتوقيع. وهناك وفي مشهد آخر، وحيث نزل فاتح من السيارة التقى بشاهناز ووالدة سهى. تجاهلوه يلقي التحية أيضا. إنه وقح. مرحبا وأهلا بك، أنا بخير وأنت كما ترى. شكرا لك يا عمر، خلقت عملا لنفسك. أيعقل شيء هكذا؟ هذه متعة بالنسبة لي. تفضلوا. اصطحب عمر ابتسام ووالدتها، ثم جاء فاتح. ليبقى هذا يا ابنتي هنا. جاء فاتح سعيدا. بدأت بإجراءات الطلاق. احتضنته سهى بسعادة. رأيت أمك وجدتك عند المدخل، ألقيت التحية ولم يردوا. هذا طبيعي يا فاتح. كان عمي عمر ينتظرهم عند المدخل. أصبحوا لا يردوا على تحيتي. هل ما فعله أخي عمر مثل ما فعلته أنت؟ لا تتحدثي وأنت لا تقارن. ماذا تفعل أمي؟ هل تعانقك؟ تعلم أن جدتي لديها صدمة من هذه المواضيع. أساسا لم أقل شيئا. لا تقل من فضلك. تطلق بأسرع وقت ممكن، ثم نرضي الجميع حينها. لا، لن أذهب. لا داعي للذهاب للجامعة اليوم. هكذا قالت سهى. ثم بدأ فاتح. سيكون كل شيء بخير، إياك أن تحزني. قامت واحتضنت فاتح. وهناك وفي مشهد آخر وصل عمر أونال هو وحماته السابقة وزوجته السابقة. شكرا. عندما اتصل عمر اليوم وقال أنكم ستأتون فرحت كثيرا. لنبدأ بجولة من المطبخ. حسنا، تفضلوا يا سيدات. كانت شاهناز سعيدة للغاية. نقوم بالتذوق. نحتاج لشخص يبدي رأيه دون أن ينحاز لأي طرف. ثم بدأت تتذوق الطعام. هذا لذيذ جدا، ولكن الكمون كثير غالبا. هل وضعت جوز الهند فيه؟ لا، سيكون جيدا لو وضعت القليل. ولكن حاسة التذوق لدى كل شخص مختلفة. أمي معلمة قاسية، ولكن أنا متأكدة أن الطعام لذيذ جدا. والله سنشبع جميعا هنا قبل أن ندخل إلى المطعم. أنا أحب استقبال الضيوف. لم أحصل على علامة تامة من السيدة شاهناز. فهمت الآن بشكل أفضل لماذا أردت أن تعرفني عليها يا عمر. إنها تتقن هذا العمل. أرغب في مساعدتكم، ولكن لا أريد أن أحرجك. ماذا تقصدين؟ لنجرب. ثم قرري. أنا لم أعمل في مطبخ أحد آخر من قبل. تجربين يا أمي، ربما تحبيه. أوافقها الرأي. طبعا سوف أرى، ولكن إن لم ينزعج الطاهي. أسعدتموني كثيرا وهنيئا لكم. وفي مشهد آخر وفي منزل عبد الله. لا يوجد شيء، كل شيء على ما يرام. حمدا لله. ماذا يحدث يا ابنتي؟ عزيزتي نائلة، لأفعل شيئا لأساعدهم بإعداد الطعام في المطبخ. لماذا تساعديهم؟ أنت مريضة، اجلسي هنا. طقوس القمر هذه المجتمع خاصتك. أخذت تهمس نائلة هي وميري معا. لو قلت نصلي ركعتين لا تتحمسوا، وعندما نقوم بطقوس يركع الجميع. أمي رأيته. ثم مع السلامة. الآن جلست إحسان وحماتها. كيف حالك يا ابنتي؟ لا فرق بيني وبين الموتى يا أمي. ثم قالت نور إحسان. لماذا تعيشين هذا؟ أسألك بود. لازلت شابة وعائلتك معك. تلقيت تعليما جيدا أيضا. لماذا؟ هل يستحق أن تعاني من هذا؟
بسبب رجل. حبا بالله لا يهمني أن تفهميني يا أختي، بالكاد تفهمني أمي حبيبة. أنا في غرفتي حتى وقت الطعام يا أمي، استمروا بفهم بعضكم البعض جيدا. ثم قامت: لولاك لكنت فرطت بروحي يا أمي، لا قدر الله يا ابنتي. أحتاج الآن إلى الماء والملح والخل يا أختي. هل ستخلصين هذه المواد الثلاثة فقط؟ سنضع نصف كوب من الماء. وقفوا يقومون بهذه التجربة، وسنقرأ بسورة الإخلاص والناس 3 مرات والفاتحة مرة. وقف الجميع يقرؤون. وصلت إلى هذا السن ولا زلت أخطئ إلى الآن. لأفديك يا أختي ليقرأ الجميع في سره. لا سنترك الكأس مفتوحا في أحد زوايا المطبخ ثم نسكبه على التراب. بعد 40 يوما أنا أؤمن إن كنا سنسكبه بطاقة التراب كثيرا، لأننا خلقنا جميعا منه. وسأخبر خالتي لتفعلها أيضا. وقفوا جميعا متحمسين بفعل ذلك. ثم كانت تقودهم نائلة، وهناك وفي مشهد آخر حيث كان يجلس الجميع على طاولة الطعام أتت جنيات الحمد لأمي. هكذا قالت: أحمد الله الذي يجمعنا على المائدة في كل مرة. هكذا قالت: حبيبة ماذا حدث يا إحسان؟ ضحكت بسخرية: أعصابي متعبة. فاتح في منزل زوجته السابقة الآن. انظروا إلى النقص على المائدة. ألم ينزعج أحد منكم لنتناول الطعام؟ من فضلكم بطمأنينة ليوم واحد، ربما أتى فاتح. وفي هذه الأثناء وصل عمر إلى المنزل. عمي عمر: خير يا عمي، المعذرة لأنني أزعجتكم في هذا المساء. هكذا جاء عمر من أجل كشف حقيقة إحسان. ثم انتبه الجميع إليه. دخلت تلك الفتاة هالة برفقة يوسف. صدمت حبيبة وإحسان برؤيتها. ما الذي تريده هذه المرأة؟ توقفي هنا. ثم وقفت أمام الجميع: بأي وجه تأتين إلى هذا المنزل؟ لدى هالة ما سوف تخبركم به. حان وقت معرفة الحقيقة الآن. أنت عظيم يا إلهي. هكذا قالت حبيبة. قالت هالة: أنا افتريت افتراء كبير على السيدة حبيبة. هكذا قالت. شعرت نائلة بالصدمة هي والجميع لكي أفسد علاقة مصطفى ونائلة. قامت بتحريضي. الشخص الذي استأجرني هو ليس السيدة حبيبة، ولكن هي إحسان. استأجرتني السيدة إحسان وأخبرتني أن أقول أن السيدة حبيبة من فعلت ذلك. نظر الجميع بصدمة شديدة إلى إحسان التي جن جنونها. وقفوا ينظرون إليها. كل شيء من خطتها منذ البداية. ماذا تقول هذه المرأة؟ إنها كاذبة، إنها تكذب. إنه يزعجني منذ أن ذهب فاتح يتصل بي ويسأل عني هذا المنحرف. هكذا قالت عن عمر. ثم قال: هالة قومي بعرضك لنرى الآن. ثم قامت وفتحت ذلك التسجيل. ليتني كنت هناك واستطعت رؤيتهم. هكذا ماذا تقصدين؟ تراجع ذكائك وأنت تتحدثين مع الحمقى. غالبا تعلمين ماذا ستفعلي وماذا سيحدث فيما بعد. هل سأبقى في الشارع مع ابنتي؟ سأحل الأمر. وأيضا ربما يطلق مصطفى زوجته ويأخذك أيضا. قالت لها نائلة: سأمزقك. توقفي يا ابنتي. ثم قامت حبيبة وصفعت إحسان أمام الجميع. قالت لها: يا كاذبة، لم أفعل شيئا يا أمي بسببه أنا. قالت لها: اصمتي وإياك أن تكذبي في منزلي مرة أخرى. اللعنة على اليوم الذي أدخلتك فيه تحت سقف هذا البيت. ثم دفعتها أرضا. إن رأيتك مرة أخرى أمام بابي مع أولادي فحينها خافي مني. حينها هكذا هيا اغربي من هنا الآن. قلت لك اغربي. سيدة حبيبة إياكم أن تتدخلوا، وأنت أيضا يا نور. ثم قامت حبيبة ودفعتها: هيا اخرجي من منزلي الآن. دفعتها بعداء شديد: اغربي. وبكده بتنتهي أحداث الحلقة. لو عجبكم الفيديو لايك للفيديو، اشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.